هاد إلياس المالكي نتوما حاربتوه كاملين، وأمثال ولاد الشعب هما اللي لقيناهم في هاد الأزمة اللي كنشوفوا خوتنا في القصر الكبير وفي الشمال أنهم كيموتوا، وكل اللي مسكين مطلع البقر ديالو للسطح من أجل ربما يلقى اللي عتقو. والحمد لله كنشكروا كل وسائل السلك، القوات المسلحة، أمن الوطني، الدرك الملكي، قوات مساعدة، رجال الوقاية المدنية، وزارة الصحة، كل الناس وقفوا من بعيد ومن قريب، الجالية المغربية كذلك، كل الناس، الشعب المغربي الأصيل ولاد الشعب هما اللي لقينا معهم خوتهم. كيف شفنا في الزلزال كذلك ولاد الشعب هما اللي ساهموا مع خوتهم. بينما واحد الفنانة مع الأسف في فرنسا كتشطح وكترداح وكتضحك ما على بالهاش، بحال هادوك ماشي ولاد بلادها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم إخواني أخواتي. نتمنى أنكم تدعمونا في هذا المحتوى باللايكات، بالبارتاج، بالاشتراك، خصوصا هذا الفيديو هذا فضلا وليس أمرا. صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه دائما كان يلبي نداء الشعب ويقول في افتتاحيات خطاباته الشعبي العزيز، ودائما كانت واحد الملحمة بين الملك والشعب، والحمد لله هذه الملحمة هذه كتكون على أرض الواقع. كان نجدوا كذلك التآزر ديالنا والوقفة ديالنا مع خوتنا في الشمال، في القصر الكبير، في كل المدن والغرب كذلك اللي تعرضوا لهذه الفيضانات اللي صراحة أدت بإجلاء كل هذه الأسر وهذه المدينة اللي هي القصر الكبير. طرف المسؤولين جزاهم الله عنا ألف خير اللي داروا واحد المجهود جبار اللي غاروا منه كذلك مرة أخرى دول متقدمة جدا في كل شيء، ولكن المغاربة بالسواعد ديالهم بالوقفات الرجولية ديالهم مع خوتهم الحمد لله تم السيطرة على الموقف بفضل الله وقوته. شفنا كذلك إلياس المالكي رغم أنه كيقولوا كيسب وكيخاص الهضره وكذا وكذا، ولكن برهن مرة أخرى على أنه فعلا ولد الشعب من خلال المساعدة ديالته ب20 مليون سنتيم وأكثر. وكذلك قبل في زلزال الحوز كذلك يعني بين على أنه ولد الشعب وأنه مغربي قح، وساهم كذلك بأموال طائلة، وما خفي كان أعظم. بينما كنشوف واحد الناس المغاربة هما اللي وصلوهم، فنانين رياضيين ما على بالهمش، واكيد ما نعموش ملي كنشوفوا ابن المغرب البار اشرف حكيمي وزياش ولاعبين كثر وقفوا وقفه رجل واحد وساهموا، واحدين اخرين بالدرجه المغربيه داروا عين ميكا، وفنانين كذلك الشعب المغربي هو اللي وصلهم للقمه. كذلك ما على بالهمش ملي كنشوفوا واحد الفنانه مغربيه كتشطح في فرنسا وكتغني، لا تضامن لا تآزر لا حتى شي حاجه. مع الاسف هادشي كيضر في الخاطر، وكتكلم على يعني ناس اللي احنا كبرنا معاهم وكنا كنعتقدوا انهم دائما تاهما يكونوا معنا، كيف حنا في يوم من الايام صغار وكبار شيوخ هما اللي وصلوا للقمه كيعطوا بالظهر لولاد بلادهم. كنشوفوا كذلك حجيب اللي لغى كل الحفلات ديالو، وبعد الفنانين يعني آخرين اللي وقفوا وقفة الرجال، نساء ورجال. كنشوفوا الجالية المغربية التضامن، يعني كل واحد داكشي على قد عليه، كاين اللي خدام غير على قد الحال ولكن قسم الخلصة ديالته مع خوتو أو بالأحرى صيفطة كاملة. ولكن كنشوفوا مع الأسف واحد الفنانين واحد الرياضيين اللي الأسماء ديالهم كبرنا معهم وكبروا معنا، تحفروا في العقل ديالنا وفي الذهن ديالنا. كنشوفوا مع الاسف انهم خذلونا وخذلوا الشعب المغربي. علاش؟ على قبل الشهره، على قبل الاسم. يعني نتوما فقط كيهمكم شيء واحد هو الاسم ديالكم والشهره ديالكم، وما تنساوش ان في اي لحظه ان تريبوا ويريب كل ما عملتوا في لحظه واحده، لان المغاربه كيف طلعوكم يهبطوكم، لانكم نتوما مع الاسف خذلتونا كمغاربه. فكل تضامن
مع خوتنا وخواتاتنا في القصر الكبير وفي الغرب بالشمال بصفة عامة، مع كل المغاربة. من قبل كنا مع مدينة أسفي الحبيبة، ومن قبل كنا مع الناس ديال الحوز. علاش نتوما بحال هكا؟ علاش مع الأسف كتنكروا لولاد بلادكم وكتقولوا في خاطركم ربما الحفلات دايرين واحد الكونترا ولا واحد العقدة مع الناس، ما نقدروش أننا حكا وكذا وكذا؟ لا، أنا قبل بلادي نسمح في الملاير. وهو على سبيل المثال حجيب، وعلى سبيل المثال ناس آخرين يعني كتخوني الذاكرة في هاد اللحظة نتذكر الأسماء ديالهم، ولكن اللي بغيت نأكد عليه أن غير ولاد الشعب إلياس المالكي وتحفة وشحال ديال الناس أنهم غير كلمة طيبة، يا إما في الصفحات ديالكم يا إما مؤثرين من خلال القنوات ديالكم، غتكبروا في عين المغاربة. صحيح عبد ربيه يعني فوق هذا الشيء كله ما عمره يبان، ربما هذا الفيديو يقدر يوصل يقدر ما يوصلش، ولكن كما بغى يكون الحال بغيت نقول الكلمة ديالتي، ولو القناة ديالي ضعيفة بزاف ومبيناش كواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، كنوب على كل هاد الناس هادو ذوي الهمم، وأننا كنقولوا وكنعلنوا التضامن ديالنا مع خوتنا في القصر الكبير وفي الشام بصفة عامة وفي القصر وفي الغرب عفوا، ونقول لكم إخواننا وأخوتنا أمهاتنا الآباء ديالنا ووليداتنا، حنا معكم وقفة رجل واحد دائما، ومع المملكة المغربية الشريفة في السراء وفي الضراء. وكنقولوا لهاد الناس هادو اللي خدلونا من فنانين ورياضيين، ما تنسوش أن ربما أي واحد واخا يكون واصل للقمة قدر الله يستتوقع لشي كارثة، ورغم ذلك وهذا الشيء اللي درتوه، هاد الخدر اللي خدلتونا، وغتلقاو المغاربة واقفين معكم. والتحية لإلياس المالكي والشعب، والتحية كل الناس المغاربة الأحرار اللي دائما كيلبيو نداء الوطن. تحية لكم.